ايه رأيك تختفي معايا شهر اللي هو 4 أسابيع، من 1/9 ل1/10 تبدأ تطور من نفسك وأنا هبدأ بطور من نفسي، وبعد شهر تشوف النتيجة. وطبعا أنا معايا ورق أشاركه معاك بحيث إنك أنت تختار. طبعا أول حاجة دي ورقة معايا، هبقى هسيب لكم الرابط بتاع الورقة ده اللي هو ممكن تطبعه. ده الإنجليزي، طبعا ده نظام للتعلم الإنجليزي ككلام، بتسمع وتتكلم، ما بتكتبش ولا بتقرأ، يعني فاهم؟ اللي هو بكل بساطة، حتى اليوم الأول لمدة 30 يوم أهي، أو 28 يوم، بس يبقى نزود يومين من عندك أنت بقى. تمام. في ورقة تانية الروتين اليومي، هنا بتكتب الحاجات المهمة جدا، وهنا اللي تحت المهمة، وهنا كل الحاجات اللي المفروض تعملها في يومك، وهنا المفروض بترتبها خلال اليوم. وطبعا ده بتاع تتبع العادات زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا بتكتب العادة وهم 31 يوم. لو انت عايز تبني عادة كتطوير نفسك او تلغي عادة، تعمل صح او غلط، مش مهم انك انت، حتى لو عندك فيها حاجات مكتوبة غلط، مش مهم انك انت ما تعملش يوم او يومين، المهم انك تكمل الاخر. واخيرا دي بتاع اللي هو الاسبوعيه بقى، المفروض الحاجات المهمه قوي في كل يوم خلال الاسبوع. هنا الحاجات اللي هم اهم 3 حاجات ممكن تعملها خلال اليوم وهكذا. وفي نفس الوقت اللي تحت دي المواعيد بتاعتك، لو انت في يوم معين عايز تروح في ميعاد، فاهم؟ الورق ده اصلا في الغالب بتلزقه. وطبعا ده هنا في خلال الاسبوع ممكن تحدد هدف اللي هو سيلف كير، بمعنى عناية بنفسك، اللي هو كتمارين، كصحة، ككذا. المهم، انا هسيب لكم الحاجات دي في الوصف، في قناة تليجرام كده، احط فيها الحاجات اللي زي دي كده. وفي نفس الوقت ابقى اسيب كده مكان في القناة ذات نفسه ممكن تشاركوا. يعني ممكن كل اسبوع انزل رسالة كده اللي هو انت عملت ايه خلال الاسبوع، بحيث احنا نتابع مع بعضنا، كل واحد بقى يشارك ايه اللي عمله. طبعا بالنسبة ليا انا ممكن في حاجات كبيرة اعملها، بحيث ان انا في المفروض لما بحضر لشهادات هاخدها في كورسيرا، منصة كورسيرا، شهادة المجالات اللي أنا محتاج أعرف فيها، بحيث إن يعني أنا بالنسبة لي أظن أنتوا عارفين إن أنا بدأت في المشروع وكل الكلام اللي أنا قلت إن أنا شغال فعلا في مشروع حاليا. ولكن أنا خلاص عملت الريسيرش بمعنى الأبحاث، عملت الفاليديشن بمعنى إن أنا رحت اتكلمت مع الناس اللي هيستخدموا أصلا الأبلكيشن بتاعي، اللي هو بكل بساطة ظبطت أموري واتأكدت إن أنا بعمله ده صح. فحاليا بقى المفروض اللي انا باهل نفسي ان انا اكون مسؤول عن حاجه زي كده، بمعنى ان انا هروح اتكلم مع مستثمر، فعشان اتكلم مع مستثمر لازم يحس ان انا عندي الكفاءه ان انا اقدر ادير حاجه زي كده، وان انا اقدر برضو بنفس الوقت ادير الفريق اللي يعمل لي الحاجات دي. وكمان اذا حد من الفريق مثلا مشي، اعرف اسد مكانه، اللي هو ايه، انا عندي اصلا معلومات عن الجزء ده. فده اللي هو هدفي خلال الشهر ده. فبرضه بقى ممكن اشارككم خلال اسبوعيا كده في ريلز او فيديو قصير الحاجات اللي عملتها كيوتيوب. وممكن برضه زي ما قلت لكم إن في قناة التليجرام ابقى انزل رسالة كده ونشوف الحاجات اللي انتوا عملتوها خلال اللي هو الشهر. طبعا انت تحط الاهداف بتاعتك اللي انت عايز تحققه وليه عايز تحققه. بمعنى زي ما انا قلت لك، انا بالنسبة لي الوضع واضح، بمعنى انا لازم اتعلم حاجات معينة علشان اهل نفسي ان انا ادير المشروع بتاعي. فانت بنفس الوقت ايه اللي انت محتاج تعمله علشان تعمل كذا. انت عايز مثلا تقرر تتكلم انجليزي عشان انت مثلا عايز تتكلم مع اجانب، ده مثلا هدفك، خلاص ممكن تستخدم الورقة دي وتبدأ تسمع وفاهم، تسمع وتبدأ تتكلم مع نفسك وتقلد الكلام اللي انت سمعته. عايز تعمل حوار عادات، تبطل عادة معينة أو تبني عادة معينة. عايز تتبع يومك بشكل أفضل وترتب يومك وتنظمه. عايز تشوف نيتك اسبوعك ومشاويرك وهكذا، فاهم؟ وبرضه الحاجات المهمه خلال الاسبوع، كل ده. وطبعا في ورق اوقات بيكون كتير، ولكن دلوقتي لما كنت بستخدمهم في الغالب، كنت بستخدمهم لان انا حاليا ممكن اللي هو اتعودت عليهم بقى، الحاجات دي بعملها. قعدت فيها 4 شهور، 6 شهور، 6 شهور اصلا بستخدمهم، في حفظت الحاجات اصلا، يعني بقت دماغي هي بتعمل كل حاجه. وفي نفس الوقت بقى الحاجات واضحه، بمعنى انا في كورسيرا، يعني مجدول كل حاجه، الشهر كله بجدوله. المهم، بتمنى تبدأ بجد. أنا مقارنة وقت ما أنا بدأت قبل كده، اللي هو ممكن من شهر 11 وقت ما بدأت جد وطورت نفسي وكل، يعني عارف المشكلة، يعني مش مشكلة أصلا، عارف الجامد في الموضوع إن كل ما أنت بتطور من نفسك وبتحس بالفرق، بتحس نفسك هيطلع جزء عندك كده، جوع جوع للتطور، اللي هو
لا انا عايز اطور نفسي اكتر، لا انا عايز اطور نفسي اكتر، لا عايز اطور. بتحس كده بشعور فعلا بالانجاز، بتحس فعلا انك حاجه، وانك ليك لازمه، وانك فعلا بتطور من نفسك، وانك بتبقى حاجه. ممكن في الأول ما يبانش، ممكن في الأول الصورة تكون ضبابية، لكن مع الوقت تطويرك في نفسك ده هيجيلك عائد. وقت ما انت تحاول تتواصل مع أصحابك هيبقى عندك مواضيع تتكلم فيها. وقت ما يكون في مثلا إعلان عن وظيفة معينة، ممكن تواكب الخبرة اللي عندك. وقت ما يبقى عندك موقف إنك تتكلم مع حد أجنبي تعرف تتكلم إنجليزي، وهكذا. مش مهم الصورة تكون واضحة في وقت ما تبدأ، ولكن بتوضح وقت ما بتتحرك. وفكرة إنك تطور من نفسك من دلوقتي، أيا كان عمرك أيا كان وقتك، أحسن. وبس كده. يا ده انا هاخد دوش. ياه. المهم، ابدأ. يلا سلام. يا ده انا عايز اخد دوش.